اليوم الثاني من السلسلة، واليوم عندي أهداف أصعب من أمس. بالحلقة الجاية راح أسوي أكبر تغيير، ما نعرف تغيير شنو بس راح يكون أكبر تغيير. خليكم منتظرين الحلقة الجاية. طبعا رتبت الفراش وهسه راح اسوي خطة الشهر. طبعا انا بالنسبة لصلاة الصبح فصليت الفجر ونمت، فهسه راح اروح بس اول شيء اريد اكمل كم شغلة وراح اروح خطة الشهر. البارحة قرأت هذا الكتاب اللي تقرأ. طبعا والله العظيم بنات اني دائما لما اقرأ كتب ما اندمج كلمة اندمجت بها. انا اعرف الرواية وسامعة بها وقرأت قصدي بس قبل سنين يعني، فهسه من رجعت قريتها. والله البنات يعني عبق ما قريتها هيجي تحمست لهواي اشياء، فاذا ارجع اقراها كمان اليوم. طبعا اللي افتح البردة يا الله بعدها الشمس. اليوم 1/7 ولسه ما نزلت نتائج، راح اموت من الفضول والخوف وجاي اكذب وانا جاي اميل نفسي عادة طبيعية، لان انا صراحة ميتة من الخوف. يعني شوفي كل ما تتأخر احس يعني تخوف اكثر، بس لما تنزل بسرعة احس عادي يعني سهلة. فتأخرت هواي يعني ميتة من الخوف. إن شاء الله اليوم خلال هذا الفلوق راح تنزل يا جماعة، والله خايفة ما أدري من راح أنتج فيديو أنا مستلمة نتيجة لا. على العموم أعتقد راح تنزل اليوم نتيجة. أنا خايفة إن شاء الله أصور لكم، ما أدري إذا راح أقدر أصور لكم من تنزل لا من التوتر. طبعا أنا اليوم قعدت بال9:15. تمام اوكي سلينا على تمام. انا طبعا مرة ما سويت اول يوم من السلسلة، ثاني يوم قعدت ب9 مو ب11. اول يوم قعدت ب11 بالسلسلة، بعدين ثاني يوم قعدت ب9. ثالث يوم هلكت ما ايش فيا، تعبانة ومثل يعني مريضة، فظليت للعصر نمت وبعدين يعني عوضت. بعدين اليوم رجعت اليوم يعني انا اسولف لكم كل شيء يصير بالايام. طبعا هي سلسله انا اصور لكم حلقات بس خلال الايام هم اسوي يعني الاشياء اللي اتفق وياكم عليها، بس ما اصور بس احكي لكم اياها بالحلقات. فهسه اليوم بعد ما انا صورت لحد يوم 4 قعدت يوم 1/7 بداية الشهر. ان شاء الله راح اسوي اشياء على مود بداية الشهر. على العموم طبعا قعدت ب9:15. حرفيا اليوم احس بيه غريبة، يعني حرفيا احس نفسي مو طبيعية، لان انا من تعودت اقعد من وقت، فاحس يعني مو تعودت بس بعدني جيت فاحس انه تخبطت. يعني هواي اشياء نسيت اسويها، نسيت ارتب فراش، نسيت افتح هذا البردات، نسيت اروح يعني هذا غسل وشي ما ادري ايش بيه اليوم والله العظيم. يعني احس نسيت هواي اشياء. حتى يعني اكو شغله بيه انه لما يعني اقعد من وقت او مثلا اكون نعسانه او مثلا يعني من اقعد يعني بيوم من وقت، عندي شغله اللي يعرفونها بي انه اني تجيني ضحك هستيري مو طبيعي. يعني صاير باللي راح اصل بهاي الحاله. طبعا والله العظيم يصير بي ضحك هستيري واظل اضحك على اي شيء واهلي يضحكون علي. فهاي باللي راح تصير. على العموم خلي اصعد فوق اروح للشهر الجديد. بنات راح اموت لكم بنات. طلبت من شات جي بي تي انه يسوي لي طبعا انا يعني جدا مجهزه انه خطه الجلو اب وخطه شهر 7. تمام عمود ما اكون متشتت، انا هواي جاي اتشتت وخلال هاي السنه غلطت انه ما خططت، فاني طلبت من عنده يسوي لي اياها على اساس انه اكتب وهيك. بس انا صراحه يعني هالفتره مو مال اكتب والون، لان انا اصلا صار هواي ما ملونه وكاتبه، فاحس راح تصير هوسه راح تصير ما حلوه، فليش ارجع اكتب وانه بشوف انه مو حلوات واضوج هيك. فقررت انه اصممها، فساعدني شات جي بي تي. دزيت لي الاشياء اللي اريد اسويها، يعني الخطه كلها مال جلو اب ومال شهر 7. سوالي تصميمين تمام، صورتين، خطه الجلو اب وخطه شهر 7. بنات تموت راح ابكي من جمالها. اشوفكم ترى شيء بسيط من عندها. انا قلت ايش راح اسوي؟ ما راح اخليه، مو ما اخليه بالتليفون لو بالايباد، انا اصلا بدي اقلل استخدام الشاشات. فايش راح اسوي؟ راح احاول ارجع القراءه الحين، احاول ارجع يعني التسعينات، اللي يسمونها مو التسعينات، للقرون الماضيه، بدون شاشات. فبنات تدرون شنو؟ راح اليوم ان شاء الله خلال العصر، طبعا احنا راح يصير عندنا يعني طلعه للسوق، فان شاء الله راح اشوفكم هواي اشياء راح تصير بالسوق، يعني هواي اشياء بدي اسويها بالسوق، فان شاء الله كلها راح اصور لكم اياها. من ضمنها انه راح استنسخ هذين الصور، يمكن اسويها A4 لان كلش حلوه بنات، يموتن
يخبلن بعدين اشوفكم اياها. انا استنسخ الخطه يعني كامله مال الشهر، فابقوا نهايه الفيديو. انا قاعده على المكتب وحط الايباد وما ادرس طبعا جديده يعني، انا صار لي كلمه قاعده على المكتب وحاطه الايباد لان كله قاعد. اعتقد تعرفون انتم شايفين قناتي طبعا ظلمه، والله العظيم اكره هالشغله غرفتي انه وقت الظهر يصير ظلمه، مع انه انا احب ضوء الشمس. 1:10 طبعا راح تقولوا لي جالسه هذا الوقت كله، والله العظيم كل شيء مسويه كلش مليت اصلا، ماكو شيء اصوره، ما ادري شو احس يعني هيك فرغت. يعني شايفين الفراغ، وحلو الفراغ لان انا بعد غير تسكت. انا اصلا راح اقرا كتاب، راح اكمل الكتاب، بس انا احس يعني انه خلاص خلصنا الاشياء اللي مسويين. المهم طبعا هاي خطه الجلو اب خاصه بالقناه، يعني خاصه انه اشوفكم اياها ولا تدون احط لكم صوره استنسخوها يعني خاصه بي وبيكم بالقناه. بس سويت خطه شهر 7 خاصه بي، راح اغوشها لان اكو اشياء خاصه بي اذا تدون انتم سووها وحطوا الاشياء تردونها من شات جي بي تي. طبعا خطة الجلو اب خطة شهر كامل. طبعا الاسبوع الاول طبعا هي خلال هذا الاسبوع من يوم الاربعاء جاء من الاحد الجاي. انا طبعا ما قلت لكم انا ما اصور حلقات كل يوميه، بس انه انا راح استمر عليها واقول لكم شنو سويت من عندها. بالنسبه طبعا اول شيء عندي سكين كير 3 مرات بالاسبوع، انا اصلا دا اسوي كل يوميه، فخلاص هذه تمام هسه انا دا امشي عليها وبعد راح استمر. طبعا السكين كير روتين مال الصبح سويته بس نسيت اصور لكم، يلا عادي مشوا. وترطيب الجسم يوميا، اني دائما ارطب صح يعني خليني اقول لكم الاشياء اللي مسويتها ولا ما مسويتها. ترتيب الغرفه انا دائما اسويها. طبعا القلم ما اقدر اسوي بيه صح لان انا اصلا جاي شحنه شوفوا مسويت الاعدام. وهنا عندي تجربه اكله صحيه او جديده، هذه بعدني ما مسويتها، يعني خلال هذا الاسبوع لازم اسويها او لازم اكل اكل صحي. بس انا اللي اشوف تجربه اكل سويتها يمكن هسه اسويها مليت صدق، خلي احوس حتى اضوجهم بالبيت. اوكي تعديل النوم صح بس يعني نص صح، ليه راح احط نص صح لان شوفوا انا يوم اقعد من وقت يوم متاخر فلازم اضبطها 100% حتى احط الصحيحه هيجي اللي بكل فخر هيجي اطلعها من قلبي. الصعب وقتها الحمد لله زينه، بس هم جاي اتاخر شوي بس الحمد لله. يعني بالنسبه كاول اسبوع اغلبهن نص صح، بس ان شاء الله الاسبوع الثاني يكونوا كلهم صح. الاذكار صباحا مساء، نسيت اذكار الصباح. اذكار الصباح قرأتهن بس بعدني مساء ما صار لي. شرب بلاصه مي لا بالشاقه، لازم احاول اشرب بعد مي. وتغير استخدام تليفون. شوفوا هسه اليوم خلينا نقول بوعد بساعه، لازم الساعه الثانيه بالليل اخليها، فهمتوا؟ فانا قلت ساعتين بس يعني باليوم هاي الاسبوع الاول. فبنات شنو بعد لي بس اجرب اكله والمشي والاذكار اذكار المساء وشرب 6 إلى 8 غلاصات. ما اروح اشرب مي عطش وانا احكي المشي ما راح اسوي انه هذا بالنسبه للمشي ما راح اسوي انه 20 دقيقه وهيك، راح اجيب هاي العداد مالت الاستغفار وراح اسوي بيها هذا يعني 500 خطوه 200 خطوه. اول شيء راح ابدي 200 خطوه بعدين شوي اكثرها خلال الايام مو خلال الاسابيع لان افضل. وعلى مود يعني الدقائق احس ما ادري يعني ما عجبتني، انا اسوي دائما الخطوات، فراح اسوي اليوم 200 خطوه باكر 300 و400 عقب باكر هيك يعني تمام. منو رجع وياكم الناجح بنات حبيباتي. طبعا انا هسه مو اسوي لكم عند حلقه ثانيه بنات، ما عليكم من لبسي امون عليكم بس لان حرفيا بنات من الفرحه مفضلك شيخ وجيت، بس والله العظيم بنات ما اعرف شو اسوي من الفرحه. ان شاء الله يا رب كل بنيه تفرح الفرحه المقبله على ثالث سادس اي شيء، يا رب كل الطلاب من اي دول من اي مكان يا رب يفرحون هاي الفرحه. بنات هاي السنه ما كانت سهله، يعني كانت حيل متعبه بالنسبه لي نفسيا وجسديا ومرضيا، كنت هواي امرض وهواي يعني تأديت نفسيا بهاي السنه، هواي صارت اشياء خارج الدوام وبنفس الوقت داخل الدوام فتأثرت كلش اني. فبنات يعني حرفيا احس لو هسه يعني ما ادري الفرحه ما قاعده اقدر اوصفها. يا رب كل بنيه تحس بهذا الشعور، كلكم اللي ناجحين الف مبروك حبيباتي، واللي وقعوا دور ثاني ان شاء الله تعوضوها بالدور الثاني. بنات حبيباتي شوفوا هسه اني مو اخر مره صورت لكم كانت ب 12 قلت لكم راح اسوي مال المشي سويته وزعجتهم وما اعرف شنو هاي، وبعدين ضيت افطر بالبيت وهاي بعد اكو بس الثالثه اللي هذا شو اسمه بعد بس هذا اخر شيء كان اكو مال الوصفه وما اعرف شنو بعد، بس راح اسويهم بعدين لان هسه بعد الساعه صارت بالاربعه. احنا نتائجنا انعلنت بالوحده يعني تقريبا بالثنتين الا ثلث الا ربع هيجي على ما طلعت نتيجه. وهاي طبعا انا ثلاثه انا احتفل لحد هسه احتفل. وبنات والله العظيم اتمنى كل بنيه تحس بهذه الفرحه. شوفوا هالاتي حد الان اثار النجاح. بنات كلش فرحانه للبنات اللي دا يكتبون نجحنا فكلش
كلش فرحانه. كتبت لكم اول ما فرغت كتبت لكم من ناجحه، كلش فرحانه. هسه يعني انا ما نسيت الحلقه طبعا، بس انا التهيت يعني حرفيا ما اقدر اقول لكم انا اسوي شيء ثاني ما صورت لكم اياه. حتى كتاب ما قريت، هي نزلت فجاه فانا انصدمت. انا اصلا الصدمه والتوتر بكيت، يعني مو بس من الفرحه بس بكيت من الصدمه والتوتر، لان انا شوفوا ردت بس تطلع النتيجه يعني، فعلقوا انه بعدين ردت بس تطلع من طلعت خلاص شلون ايش ارتخيت فبكيت. فما ادري يعني ما ادري صار لي. على تمنيت اقدر اصور او انشر لكم، يعني احنا صورنا بس ما اقدر انشره لان يعني ما كنت لابسه حجاب واصلا ما كنت متجهزه. اختي قول لي حق بنات خل احكي لكم على السلسله. طبعا اني قلت لكم اني بعدها بالوحده على اساس كملت المال مشي وبعدين صارت النتائج. فاني للثلاثه الاربعه هسه ساعه يعني بالاربعه وربع راح اشوفكم هسه. فاني يعني من 3 ل4 لما تغديت وهيج فهسه بالاربعة وربع، وطبعا احنا بالخمسة راح نطلع للسوق، راح اشوفكم شو راح اسوي وكل شيء. بنات على العموم بنات بالنسبة للسلسلة انا دا استمر بيها ودا ازيد بيها اشياء حلوة، يمكن انتم ما تتفقون بس هي بسيطة. السلسلة تقدروا تشوفون بعد اكو اشياء بسيطة بس هي كل شوي دا اسوي تغيير. بالنسبة للطلعة راح اسولف لكم عن الطلعة شنو راح يكون بيها. اول شيء طبعا احنا قررنا انه نسجل جيم انا واختي من بدايه الامتحانات. احنا قررنا نسجل جيم. اول شيء بيه هواي فوائد بنات، انه اكو بنات يمكن ما يقدرون يسجلون جيم لو هاي صعبه، بس حبيباتي هي مو بس جيم، احنا من النوع اللي ما نعرف نلتزم. فانتوا اذا تعرفون تلتزمون سووا بالبيت وعادي رياضه التزمون لبسوا لبس رياضه كانه انتوا بجيم يعني حرفيا. وحاولوا تضغطوا على نفسكم بحيث اللي ما تقدر تدخل جيم يعني سووا اجواء نفسكم كانه بجيم. حطوا اغراضكم، اشتروا كم شغله لبس، تبخلون على نفسكم يعني انتم تستحقون. مطار اشياء كانكم رايحين جيم، وسووا رياضه بالعكس تاخذون راحتكم اكثر بالبيت. احنا راح نسجل جيم، احنا ما نلتزم فراح نروح جيم نسجل جيم. ومن اول شهر راح ناخذ باي كوتش فوائد جسديه لو هاي بنات. اول شيء العقل يصفى، الجسم يبقى بلياقه، يبقى طول العمر احنا صحتنا زينه. فبنات انا حسيت انه انا بالبيت متى اقدر اسيطر على صحتي او على الرياضه، فقررت انه اروح للجيم. الجيم مو بس انه رياضه وخلاص، بس انه ينظم هم اكلي، ينظم هواي اشياء، ينظم وقتي. يعني راح انجبر اقعد من وقت، انا ما احب الجيم بالليل صراحه. اذا مو مثلا ما ماكله شيء ما اعتبره جيم. على العموم احنا هسه راح نروح نسجل جيم، بعدها راح نروح للسوق نشتري كم شغله. اذا قدرت اصور لكم اصور لكم، اذا ما قدرت بالبيت اشوفكم المشتريات. بس خليكم وياي بالسوق لان راح اشتري اشياء حلوه. لبس الرياضه انا عندي اصلا لبس رياضه، بس بعد يمكن اشتري لازم ستريج وكم شغله تخص الرياضه، فاشوفكم اياها ان شاء الله. نروح للسوق راح اشتري كم شغله، راح اشترك الجيم ويلا خليكم وياي. طبعا هسه اشتركنا بالجيم، اشتركنا فهسه راح نروح للسوق ونكمل المشتريات. على العموم بنات خليني اسولف لكم هسه على اللي صار. اول شيء طبعا المغرب هسه راح يأذن بايش ساعة؟ بال7 راح تصير، طبعا هي بال7:30 يأذن. اوكي طبعا هسه راح يأذن المغرب، بس خليني اسولف لكم. اول شيء طبعا اليوم احسه مختلف عن السلسله. ليش؟ لان احس اوكي سويت اشياء حلوه بس احس كان بمشاعر مختلفه فما احسه من ضمن السلسله. بس مع ذلك بعدني يوم كامل، بعد لي 5 ساعات على ما تصير الساعه 12 فاقدر اكمل هاي. فلا عبالكم خلصت الفيديو، بس بدي اسولف لكم بالسوق. اول شيء رحنا للجيم، سجلت الجيم بس ما قدرت اصور جوا هواي لان اكو بنات وهيج، بس سويت لكم لقطات قليله. المهم بنات سجلت بالجيم، ادخل انا طبعا تضخيم. مو خليني اشوفكم بس الاشياء اللي اشتريتها على السريع. ما اشتريت هواي اشياء بس لان اكو اشياء ما لقيتها، واصلا اني لبس الجيم اشتريته يعني اشتريته من قبل فتره واريد اشتري بعد واحد ثاني، بس خليه هسه ابقى على هذين. ابي اشتري عن لون وردي بس ما لقيت لون وردي فاتح. اتذكر مره جبت لكم من رياض لوك، وهسه هذا اشتريته لونه ابيض. طبعا عندي سماعتي انكسرت، انا مو بس عامل الجيم بس لان انا احتاج سماعات فجبت السماعه. شوفوا هاي السماعه البي 9 هاي اني عندي عشق بيها من سنين، من 3 سنين انا اجيب من عندها يعني ما غيرها، ونفس اللون هلا ما غيرت. اللي عجبتني السوداء بس اني احس اخون نفسي لما اجيب اسود ما اعرف ليش، بس عجبتني السوداء. انا جبت هاي البي 9 الفضيه. السماعه البي 9 اني صار لي سنين عليها. اشترينا كم شغله من كوزمتيك واشتريت هاي شغله صار لي قد اني اريدها.
جواشة تمام. هاي ما مبينة الثانية، بس هذه الجواشة تموت بنات، لونها وردي فاتح كلش حلوة بنات. هذه ترفع البشرة وتعدلها وتوخر الاحتباس السوائل وهيك. هذه للشعر همه للعناية. طبعا هذه للزيوت. انا قاعدة اسوي زيت كلين الجبل والشعر يصير كلش حلو بنات. هذا مال حواجب تمام. اني مو من النوع اللي اهتم بحواجبي دائما، بس ما ادري فجأة قررت انه اهتم بيهن، فجبت جل وجبت هذا. يعني قبل مو اهتم بيهن، بس انه ما كنت يعني ذاك الحب الهن اصلا، يعني احس هيجي عاديات. بعدين اكتشفت اهميتهم بالوجه وشلون تحدد شكل الوجه، فحستخدمها واشوف اجرب هذا الجل. شوفوا بنات هذه القواشة هاي القواشة مال اختي بنات. شوفوا تجنن لونها نيلي، بس انا قلت لكم انا اخذ نفسي اذا جبت شيء غير الوردي. احتفلت بيه بهاي الشمعة، ما لقيت شعالات وحطت لي كيكة. الله مش احتفال عصامت لي محرم، لا نقدر نحط اغاني ولا شيء، بس يلا كرم جودك. شوفوا هاي احتفالا بالانجازات، مو اللي لم يرها احد، كلها ما يراها والرآها وكلها. هاي انجازات الثالث اللي دمرني. هاي شيء بسيط، بعدنا ما محتفلين، بس هاي خطية يعني هدية اختي، هاي مفاجأة اختي لان ما لقينا شعالات. حطبوتي طبعا راح يروح ابو المفاجئ. يمكن طلعت واحد، لا ما طلعت واحد. عباك عيد ميلاد راح اطفي شمعة الثالث. الله راح اسوي لكم بوكسينج عليه. خلينا افتحها. بنات مقهورة بنات. تأخرت بالصلاة الساعة 8:10. يعني والله العظيم أنا قلت لكم إنه أني إذا مثلا غلطت بشيء أقول لكم. بنات تأخرت بالصلاة الساعة 8:10 أو 8:03 لأن بالليل يعني هسه المغرب. لأن بنات تأخرت يعني صارت بعد اتصل من وقت، بس صحالي وصارت هوس. تعرفون ما شاء الله كلها تتذكرني، فبوقتها ما أدري نسيت والتهيت، وأنا مصيبة ما شاء الله أتذكر السوالف، فضلت أسولف ونسيت. على العموم إن شاء الله بعد ما راح أعيدها، بس كلش انقهرت بنات. إن شاء الله أحاول أنام من وقت اليوم. أنا قعدت من وقت غصبا ما علي عمود النتائج لأن خايفة. على العموم بنات أحس اليوم يوم مختلف. على العموم خل أصلي وأشكر رب العالمين، وبعدها أقرأ سورة البقرة، وإن شاء الله أشوفكم بعد شنو راح أسويها من الفلوق. بعد أشوفكم كم شغلة. هسه راح أقرأ هذا سورة البقرة وشوي على ما هسه وراها شوي قبل ما أسوي العشاء. فأنا هسه أكمل سورة البقرة إيش كم آية، وبعدين راح أسوي العشاء وبرجع أكملها. عشان ناجحين طبعا. شوفوا اليوم عندي هذا برجر وفنجر. طبعا فنجر صار جوا مدفون، عصير، وراح اتابع درب الذهب. انا تابعتها يعني تابعت 3 حلقات راح اكملها، فراح اتابع على اساس اتابع في 7 عشان اللي نزلت، بس ما ادري قلت اخليها تصير حلقتين حتى اكثر اتابع، لان صراحه ضجت انه كل اسبوع حلقه. على العموم هسه خلي اتعشى وارجع لكم بالنوتات. اخذ منتجات السكين كير مالتي حتى اسوي نايت سكين كير، لان خلاص ما بقى شيء انام. قريت كتاب نعست وراح اقرا لحد ما انام، بس اول شيء اسوي سكين كير حتى ما انسى. هسه خلي اكمل السكين كير مالتي وراح اكمل الكتاب. فخليكم اليوم مو اكثر يوم انجزت فيه، بس تعلمت انه مو لازم كل يوم يكون مليان انجازات.